بعض الازواج يستحي يسجل اسم زوجته اللي هو مثلا ام فلان بالتليفون، كله يسجل البيت. وغير انه يسجل اسم زوجته البيت او الاهل بالتليفون، لو تدق على رفيجك تقول له وينك، يقول والله انا طالع مع البيت. شلون البيت؟ شوفوا السناب الجاي. كذي اتخيلك لما تقول والله انا طالع مع البيت، بهالطريقه بالضبط. يعني كنا البيت له ايدين وحلج وعيون وشابك ايده بيدك وطالعين تتمشون برا. شفتوا سناب اللي فاتت؟ ترى كذي لما يقول انا والله طالع مع البيت. ليش مع البيت؟ طالع مع ام فلان، طالع مع زوجتي، عادي. احنا كرياجيل في مجتمعنا المجتمع الخليجي عندنا خجل من هالامور اللي فيها عاطفه للزوجه. دائما نبعد الزوجه عن وضعنا الحقيقي. ليش؟ انا اقول لكم ليش. احنا بطبعنا جلفين، شوي خشنين، جلدنا جلد تمساح. عارفين شلون؟ مو عارفين نتحكم عدل بالعاطفه. قدوتنا في الحياه منو؟ الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. الرسول يقول لخديجه رضي الله عنها اني رزقت حبها، ما خجل. وايضا يقول لامنا عائشه رضي الله عنها، يقول حبك عقده في حبل. وكانت هي تبتسم بين فتره وفتره تذكره تقول ما اخبار العقده يا رسول الله؟ يقول كما هي. يعني اذا قدوتنا في الحياه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كذي يتعامل عاطفيا في حبه، احنا ليش نخجل؟ ليش نستحي؟ ونستحي من منو اصلا؟ طبعا الحبيب اللي يسجل اسم زوجته البيت او الاهل، يعني او اذا كلمته يقول لك البيت، يعني يخجل من كلمه زوجه. هذول فئه، في فئه ثانيه اكثر شده. الاكثر شده هذول اللي اذا رحت السوق لازم بينه وبين زوجته 3 متر، وهو قدامه وهي ورا، او هي قدامه وهو ورا. امش جنبها عادي. يعني انت مثلا زعلان انك طالع معاها السوق، او مثلا مالك مزاج، او مثلا طالع غصبا عنك، ترى كل هذه ما هي مبررات انها تكون بعيده عنك بالسوق. عادي خليك جنبها بالسوق، شو المشكله يعني؟ يعني العفو، انتم متزوجين زواج مغفر يعني والعياذ بالله. عادي يعني خلها يمك، انتم زواج وشهر وعرس وطقطقه، خلكم يم بعض. استغفر الله يعني، والله جد يعني. دشوا الاسواق انتم شوفوهم مفروزين، رجاجيل قدام الحريم ورا، ايش باصه هو؟ سوق عادي، يطلع مع زوجتك عادي، شو المشكله؟ ليش مستحي؟ تليفونك سجل اسماء حلوه لزوجتك، لامك، لخواتك، عادي ليش مستحي؟ انا امي متوفيه من 8 سنين للحين مسجلها جنتي، وانا ادري ما راح تدق. خل الانثى قيمه بحياتك، مثل ما الرسول عليه افضل الصلاه والسلام جعل للانثى قيمه في حياته وفي الاسلام، انت خلها في حياتك، خلها قيمه. بعض الشباب اللي عنده علاقات غير مشروعه ترى يسجلهم الحب، غلاي، الفاتنه، بيبي، ما يستحي عادي. بس لو زوجته ما يسجل. اما خليلتك اللي مناصفتك حياتك ومكمله نصف دينك وراضيه فيك بشينك وبزينك، اسميها الاهل ولا البيت؟ استحي؟ ليش استحي؟ على فكره ترى في ناس يسجلون الاهل والبيت افضل من غيرهم. في غيرهم يسجل ابو فلان، ابو فلان زوجته شعر لهني مسميه ابو فلان. سبب بتسجيل بعض الازواج لزوجاتهم بهالاسماء يعني ينقسم قسمين. في لانه خجلان ما يبي احد يشوف انه في عاطفه، وفي انه يغار. السببين سخيفين. يعني شنو اذا فلان او علان شافوا انه في عاطفه بيني وبين زوجتي؟ مو عيب يعني؟ شلون جبنا عيال يعني؟ لازم يكون في عاطفه عشان يجون عيال. والسبب الثاني انه يغار. طيب اذا انا مثلا شفت بتليفونك مسجل انت اسم زوجتك حبيبتي، شنو مثلا يعني انا بتثيرني؟ بالعكس بنقهر واقلدك. بنقهر قهر ايجابي، اني انا اقلدكم بالسعاده اللي انتم فيها، انتم الاثنين راح اقلدكم بس. لان السعاده معروفه انها معديه جدا. اطلعوا من عقده الانثى. طبعا انا كلامي عن الاناث الصالحات، طبعا في نوع من الاناث ما يصلح معاهم لا عاطفه ولا تسجل اسمها ان شاء الله، لو تسجل سمو الاميره ما ينفع. الزوجه الصالحه خير متاع الدنيا. اذا كانت زوجتك صالحه تمتع فيها وخلت تمتع فيك بالعاطفه والرومانسيه الى اخره، لا تستحوا من احد.